هاي يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. ريفيو النهارده عن صحح الحواجب الجل اللي هو ده بتاع ريفوليوشن. فتابعوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على الجرس عشان يجيلكوا اشعار ان نزلت فيديو جديد. يلا بينا نشوف الفيديو. فيديو النهارده يا بنات عن الريفوليوشن اللي هو ده بيبقى شكل الباكج بتاعته. هو ده نفس بالظبط فكرة اي مصحح حواجب جل، بيبقى نفس البرطمان ده 2.5 جرام. بيبقى جاي معاه البراش بتاعته دي اللي هي بيبقى مبططة من الناحية، وفيها التانية فيها وينج شوية من الناحية التانية. طيب انا كنت مختارة فيه اللي هو البراون، الدرجة بتاعتي فيها كانت براون. ده كان سعره مش عارفة سعره كام في مصر، كنت جايباه من برا مصر فمعرفش سعره كام. طب ده شكل ده الدرجة بتاعته. انا رسمي بيه حواجبي، ده شكله اهو. انا رسمه بيه الحاجب بتاعي. بصوا انت بتعملي كده اهو، وتبدأي ترسمي. فشايفين شكل الحاجب. طيب هو انا مشكلتي معاه ايه؟ مشكلتي معاه ان هو ناشف مش باودري زي بتاع اسنس. بتاع اسنس كان فيه سنه تحس ان هو باودر، لا ده ناشف. ده تحس ان هو ايه يعني، محتاج زي الجل بالظبط بتاع انجلود، محتاج القطره بتاعت الانجلود عشان تحطيها وتبداي تسيحي بيها. بس ده شويه مشكلته ان هو بينشف كمان شويه في الشتاء، انما غير كده هو حلو جدا، مناسب للاستخدام الشخصي. ينفع يعني انا بستخدمه في الخروج عادي. كثباته كويس يعني، كده انت على قد الخروجه يبقى كويس جدا. شكله ناتشورال. سعره هيبقى معقول مقارنه ببتاع انستازيا. طبعا بتاع انستازيا اكيد سعره بالنسبه لده الدبل مثلا. كنت انا قبل كده عامله برضو ريفيو عن الجل الحواجب بتاع لاجير اللي كان حلو جدا، فانت ممكن تشوفي بالنسبه لك ايه اللي سعره هيبقى الانسب لك وتشتريه. بس ده كان ريفيو النهارده عن اللي هو ريفوليوشن. كان ريفيو النهارده، ويا رب يعجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على الجرس عشان يجيلكوا اشعار ان نزلت فيديو جديد. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.